بسكويت الشاي الاقتصادي السريع اللي تعمليه في ثواني وتخلصيه على طول. طعم، ريحة، قوام، ما شاء الله، حاجة مفيش أحلى من كده. والجميل إن هو غير مكلف على الإطلاق، يعني بدون بيض، بدون حليب، بدون قطاعة، يعني هتستخدم كمان بقطاعات بسيطة عندك. هنشوف مع بعض ازاي البسكويت ده يطلع في منتهى الجمال بالشكل ده، وازاي تظبطي القوام بتاعه ويطلع مظبوط معاكي. حاجة ما اقولكيش بقى، حكاية بجد. كمان هنتكلم مع بعض من خلال الفيديو عن البدائل اللي انت ممكن تستخدميها. يعني انا لو مش عايزة اضيف حاجة معينة ممكن اضيف مكانها ايه، وكل ده بحاجات بسيطة جدا عندك في البيت. كمان ازاي ممكن نتجنب اي مشاكل خلال التسوية، مش بس في بسكويت الشاي، لا في اي نوع تاني من البسكوتات. يعني النهاردة الفيديو بتاعنا معلومات قيمة، اوعدك انك انت تستفادي من الفيديو النهاردة ان شاء الله. بس تابعي الفيديو للاخر وما تنسيش لايك وكومنت، ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك ان شاء الله كل اشعار بكل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نحضر البولة بتاعتنا بالشكل ده، وبعد كده هنجيب مكوناتنا. هنضيف معانا نص كوباية من السكر، وكمان هنضيف معانا نص كوباية من المية. طبعا الكوباية اللي احنا بنستخدمها المعيارية بتاعتنا كلها تبقى واحدة. هبدأ أخفق كله مع بعضه بالشكل ده لحد لما السكر يبتدي ان هو يدوب نسبيا، يعني أكيد مش هيدوب كله. أما دلوقتي تعالوا نضيف المكون التاني. تاني حاجة هنضيف معانا نص كوباية من الزيت، زيت نباتي. الزيت طبعا نتأكد انه ما يكونش ليه أي روايح. هنضيف معانا معلقتين كبار من السمنة بس تكون سايحة معايا. هقلبهم مع بعض وابتدي ان انا اضيف على البول على المية وعلى السكر اللي احنا ضفناه الاول. وزي ما شايفين كده احنا استخدمنا للزيت بس، انما السمنة حاجة بسيطة جدا. طبعا لو تحبي تعمليه كله زيت بس عادي مفيش اي مشكلة. لو عايزة تعملي الوصفة كلها بالسمنة بس برضو مفيش اي مشكلة، تديكي برضو نفس النتيجة. احنا بنتكلم بس على ان هي تبقى حاجة موفرة لنا مش اكتر. بعد كده هنضيف معانا 2 باكت من الفانيليا. واهم حاجة في المرحلة الاولى في المواد اللي هي السائلة، اهم حاجة ان احنا كل ما نضيف اي حاجة لازم نقلبها بالشكل ده، نخلط كله مع بعضه الاول. بعد كده هنضيف معانا معلقة كبيرة من جوز الهند، طبعا يكون مبشور ناعم، ودوت اختياري حسب ما تحبي. لو حابة تضيفي جوز الهند مفيش أي مشكلة، عايزة تشيليها وتستغني عنها خالص مفيش أي مشكلة خالص. بصوا بقى، هنا أنا هقولك على حاجة حلوة جدا وديت برضو اختيارية بالنسبة لكم. ده معايا قصنص حليب. قصنص الحليب ده بيبقى جميل جدا جدا، عايزة اقول لكم بيدي ريحة حلوة جدا في المخبوزات، مش هتستغني عنه. وكمان في البسكوتات بتاعة العيد، بسكوت النشادر والحاجات دي، بيتي فور مش هتستغني عنه خالص في الوصفات الجاية. من الحاجات اللي هي جميلة جدا، وبتديكي روايح كده، عارفة الروايح اللي هي بتكون في الفران او في المخابز، بتحس الريحة كده قلب الدنيا حواليكي. هو ده جميل جدًا، جدًا، مش هتستغني عنه، هتحبيه أوي، أوي. هتستخدميه في بسبوسة، هتستخدميه في كيك. نقطة واحدة بس بتخلّي كل حاجة تتغيّر تمامًا. أمّا عن قصنص الحليب أجيبه منين؟ هتلاقيه في أي مكان، أي محل بيبيع مستلزمات الحلواني هتلاقيه موجود عنهم. تجيبي كمية صغيرة جدًا هتقعد معاكِ وقت طويل أوي. وتعالوا دلوقتي نحضّر المكونات الجافة بتاعتنا. هنحتاج معانا كوبايتين من الدقيق بس يكون منخول. أول كوباية هاضيف عليها معلقة ونص كبيرة من النشا. بعد كده هجيب معايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعد كده رشة كده بسيطة قوي من الملح. هاخد بقى كوباية الدقيق بتاعتي دي وهنزلها على المواد اللي هي السائلة كلها. هبتدي أخفق كده أولا، وبعد كده هنزل الدقيق كله والكوباية التانية كمان. هقلب كله مع بعض بالشكل ده. وزي ما احنا عارفين طبعا عجينة البسكويت ما بتحتاجش عجن خالص، يعني مجرد تقليب بس، ان انا بدمج بس المكونات السائلة مع الدقيق بتاعي مش اكتر. بصوا احتاج معايا هنزل كمان معلقتين من الدقيق. انا كده يبقى انا كده احتاجت كوبايتين دقيق ومعلقتين كبار من الدقيق. بس كده هبتدي بقى ان انا اقلب كله مع بعض بالشكل ده. هوريكم دلوقتي وهنشوف مع بعض واحدة واحدة ازاي العجينة بتاعتي تبقى مظبوطة والملمس بتاعها يبقى ازاي. طبعا كل وقت بيختلف عن التاني. في الشتاء بتبقى الموضوع بتشتغلي فيه على طول مفيش اي مشكلة خالص، مش هتريح العجينة بتاعتي وهتتمسك معاكي بسرعة. انما في الصيف طبعا بيبقى الجو حر شوية فالعجينة بتسيح معانا.
فنضطر ان احنا نحطها في التلاجة شوية. بصوا العجينة كده، بصوا تعتبر ملزقة شوية بس متماسكة بالشكل ده. انا هلم العجينة بتاعتي خلاص كده، هغطيها واحطها في التلاجة شوية لمدة ربع ساعة كده تتماسك بس شوية. خلاص كده طلعتها من التلاجة، هبتدي ان انا اطلع العجينة بتاعتي من الكيس. بصوا بالشكل ده، خلاص هي كده متماسكة واشتغل بيها عادي مفيش اي مشكلة. هقطعها لاتنين عشان اعرف افردها. هخلي طبعا طبقة الكيس من تحت زي ما هي، وبعد كده احط عليها طبقة كيس من فوق، يعني هخلي العجينة في المنتصف وابتدي افردها بالشكل ده، تبقى سهلة معايا جدا ومش هتلزق. افردها بالطول وبالعرض بالشكل ده. عايزة السمك بتاعها يكون متوسط، عايزاه ارفع مفيش اي مشكلة، بس لو عريض هتبقى مش كويسة. بصوا السمك ده حلو جدا ومظبوط معايا، والطريقة سهلة وبسيطة جدا. هاخد العجلة بتاعتي دي وهبتدي اقطعها بالشكل ده، بتدي شكل كده تعريجات، بيبقى شكلها جميل قوي وبتبقى بسيطة وسهلة جدا، أحسن بكتير من أنا أجيب القوالب اللي أنا أقطع بيها. فدي بتبقى أسهل بالنسبة لي، أقطع كده قطع صغيرة، بصوا مربعات بالشكل ده، وأبتدي أرصها في الصينية. الصينية بتاعتي طبعا ما دهنهاش خالص أي مادة دهنية، وزي ما نقول كده البسكويت بتاعنا مكفي نفسه مادة دهنية، يعني هو مش محتاج إن احنا ندهن الصينية بتاعتنا خالص. ناخد القطعة التانية من العجينة بتاعتي وهبدأ أفردها بنفس الطريقة من تحت الكيس، ومن فوقها نفس طبقة الكيس برضه. أما عن السؤال اللي ممكن يجيلك كده، زي مثلا هو ليه أنا لما بحط البسكويت بتاعي في الفرن بيفصل معايا المادة الدهنية؟ هقولك باختصار ليه بيفصل معاكي المادة الدهنية. لأنك انت ما اديتيش للبسكويت بتاعك درجة الحرارة المطلوبة أو المحتاجها. البسكويت بتاعي علشان يستوي معايا صح وما يفصلش معايا المادة الدهنية، لازم أكون مسخنة الفرن بتاعتي مسبقا الدرجة الحرارة اللي هي مطلوبة. لو خدتي بالك من المعلومة البسيطة دي هتطلعي أحلى بسكويت في الدنيا ويطلع معاكي مظبوط إن شاء الله. أما عن الزيادات اللي بتطلع في العجينة بتاعتي وأنا بقطعها، أعمل فيها إيه؟ طبعا لازم هشكلها تاني. فقبل ما أشكلها تاني هحطها في التلاجة لحد لما تبتدي إنها تتماسك شوية، ما تاخدش معايا ثواني، هتفرق معايا كتير جدا في الفرد. يعني شايفين لما بتقعد في التلاجة شوية وبالذات في وقت الحر بتتقطع معايا بسهولة بالشكل ده وتبقى العجينة متماسكة معايا. بصوا كل الحواف اللي هي بتطلع دي بحطها تاني في التلاجة لحد لما اخلص الكمية اللي قدامي، بعد كده اخدها تاني. اما عن الصينية مثلا اللي انا خلصتها او رصيت فيها البسكويت بتاعنا، هحطها في التلاجة البسكويت لحد لما ابتدي ان انا الفرن بتاعتي تشتغل او تسخن معايا، وبعد كده اضيفها في الفرن. ودي الطريقة بتبقى اسهل بكتير ان انت تحافظي على البسكويت بتاعك انه ما يسحش معايا ويحصل له اي حاجة. وكده خلاص احنا قطعنا كمية البسكويت كلها. هبتدي بقى اخد خلة خشب بالشكل ده وابتدي اعمل لها زي فتحات او خرام بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كل قطعة بسكوتة همشي عليها شكل عشوائي، مش لازم يعني بالترتيب قوي، بس على اساس ان هي تدي شكل جميل كده وتبقى نفس شكل البسكويت الشاي بالظبط. طبعا انا في الوقت ده هكون مسخنه الفرن بتاعتي مسبقا 180 درجه، واخلي الرف بتاعي رف وسط، ده بتبقى انسب بكتير جدا للبسكويت بتاعنا. اما عن الحاجه الاختياريه اللي انت ممكن تضيفيها على البسكويت بتاعك هو السكر. حبيبات كده من السكر اللي هي تكون خشنه شويه او عريضه شويه، ترشيها رشه كده خفيفه عليها من فوق. وما تخافيش ابدا مش هيكرمل السكر، لان عارفه السؤال ده ممكن يجيلكوا طبعا. السكر عندك مش هيكرمل خالص. وكمان عندي ممكن اضيف سمسم زي ما انتم شايفين، بس السمسم بقى اول ما احطه كده ضغطه خفيفه جدا بصوابعي كده عشان يثبت عليه من فوق. وعايزه اقول لكم بيطلع في منتهى الجمال. السمسم اللي عليه ده ما بيقعش من عليه خالص، والسكر طبعا مع درجه الحراره بيثبت على البسكويت بتاعك، والاتنين جمال جدا وحسب ما تختاري. عايزه تعملي الاتنين زي ما انا ما عملت كده مفيش اي مشكله. ويلا ناخد البسكويت بتاعنا وندخله الفرن، بيقعد معايا تقريبا من 15 ل 17 دقيقه. وما شاء الله دي النتيجه اللي انتوا شايفينها. شايفين مقرمشة جدا وطعمها عايزة اقول لكم في منتهى الجمال. السمسم عليها ما وقعش، وكمان الخلفية بتاعته بصوا زي ما انتم شايفين كده لونها مظبوط والتسوية بتاعته مظبوطة جدا. اما عن حفظ البسكويت بتاعنا فتقدري ان انت تحفظيه في علبة تكون محكمة الغلق عشان ما يطرش معاه البسكويت بتاعه ويحصل له اي حاجة. اما عن مدة الحفظ فالبسكويت ده يقدر يقعد معاكي وقت طويل جدا، لانه باختصار ما فيهوش لا بيض ولا فيه حليب اللي هو ممكن يخليه يبوظ معاكي.